أشد ساعة تمر على الإنسان يوم القيامة هذه اللحظة. قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي يحاسب حسابا سهلا سمحا. ما هو هذا الحساب؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه العرض على الله. يؤتى بالمؤمن فيستره ربه ويضع عليه كنفه ويقول يا عبدي فعلت يوم كذا كذا وكذا، فعلت كذا وكذا، وفعلت يوم كذا كذا وكذا، فيقرره بذنوبه، فيقول له الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى من كرمه أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. قال الله جل وعلا وينقلب بعد هذا العطاء وهذا الستر، أوتي كتابه بيمينه وستر عليه ربه فلم يفضحه بذنبه بين الخلائق، ينقلب إلى أهله مسرورا، يرجع فرح. يا إخواني كل الكلمات تعجز عن وصف الفرح الذي سيكون عليه حال الواحد الذي أمسك كتابه بيمينه، كتاب السعادة الأبدية. تصوروا معي يا إخواني إنسان لن يشقى بعد تلك اللحظة أبدا، يرجع أي سرور يحمله في قلبه. ما أنا أخشى أن تنشق الصدور من كثرة السرور. قال فسوف وينقلب إلى أهله مسرورا. ويقول في الآية الأخرى في سورة الحاقة هاؤم اقرأوا كتابي انظروا ماذا جعل الله لي من الخير، ماذا كتب الله لي من الحسنات، ماذا أعد الله لي من الجزاء. يقولها بصوت مرتفع هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي.